بالنسبة للسؤال الأول عن الاستفتاء ومقاطعة الإخوان المسلمين، نقول أن هذا الاستفتاء هذه التعديلات الدستورية قد تم إقرارها في مجلس الشعب، وبعدها ب3 أيام بدأ الاستفتاء عليها. والأصل أن تبقى هذه الاستفتاء على الأقل شهر كامل يناقشها الشعب، ولكن حدث هذا لأن السيسي يخشى من أن الإخوان المسلمين سوف يقنعون الشعب بألا يذهب إلى هذا الاستفتاء المزور من قبل أن يبدأ، وهو جعل هذا الاستفتاء لمدة 3 أيام حتى يقنع العالم أن هناك إقبال وحشود، ولكن الواقع يقول أن هناك فراغ تام في اللجان تماما، بخلاف اللجان التي يذهب إليها مجموعة من الناس تحت يد الشرطة حتى يقيموا ما يسمى بمهرجانات أو احتفالات أو ما إلى ذلك. لكن اللجان من داخلها خاوية تماما لا يدخلها أحد على الإطلاق، وهو يخشى ذلك تماما من أن ينتشر في العالم أن الناس لم تذهب إلى هناك. كم الإغراءات التي يعطيها السيسي لعموم الشعب خطيرة جدا، للطلبة وللشباب وللكبار السن، وحتى أنهم يعطونهم كرتونات كاملة فيها يعني مواد غذائية ومواد لشهر رمضان وما إلى ذلك، حتى يغروهم بالمجيء إلى الانتخابات. هم يقولوا الناس يذهبوا وقولوا ما شئتم، قولوا لا، يقولوا نعم، قولوا ما شئتم. لماذا يقولون ذلك؟ لأن النتيجة محسومة سلفا. هو فقط يريد المشهد، يريد الصورة، يريد أن يصور الناس أمام اللجان الانتخابية، ولكن هذا لم ولن يحدث على الإطلاق. الناس لن تذهب، والذين ترونهم في الصور هم تحت الضغوط الحكومية، يأخذون بطاقاتهم ويعطونها لهم داخل اللجان الانتخابية، ويجمعون الناس ويذهبون بهم إلى اللجان الانتخابية. طبعا هناك ناس ممكن أن تذهب بدافع من عندها مثل المسيحيين والسلفيين، هؤلاء لهم رغبة في بقاء السيسي ويخافون صدده ويذهبون لقول نعم للتعديلات الدستورية. دول يعني مجموعة من المصريين الذين لا يؤبه لهم أو لوجودهم، لكن عموم اللجان في مصر خاوية تماما على عروشها ولا يدخلها أي أحد. السؤال الثاني: لماذا الغرب يسكت عن هذه الجرائم وهو الذي يدعو إلى الديمقراطية والحرية؟ نقول أن الغرب يدعو إلى حرية الرجل الأبيض وديمقراطية الرجل الأبيض، أما الشعوب المسلمة فلا يعني لها نصيب من هذا الذي يذهبون إليه، بل هم الذين يدعمون الانقلابات العسكرية والحكم العسكري في كل بلاد العرب والمسلمين. الآن هم يسعون في السودان وفي الجزائر وفي ليبيا لتمكين العسكر من الحكم، لأنهم مجتمعون مع السيسي. كل هؤلاء العسكر سوف يمررون صفقة القرن التي تريدها أمريكا وإسرائيل في المنطقة العربية، وبالتالي الغرب هذا غير محايد على الإطلاق. لماذا لم يقف مع رئيس مرسي؟ لماذا لم يقف مع الشرعية في مصر؟ لماذا لم يقف مع الشعب المصري؟ لأنه يريد أن يحكم مصر رجل عسكري حتى يتمكن من تمرير الصفقات والمصالح من خلال الجيش ومن خلال العسكر. الآن الغرب يريد أن يتمكن العسكر من كل البلاد الإسلامية حتى تصبح في قبضته بالكلية. السؤال الثالث: ما مدى استجابة الشعب المصري؟ يعني اقرأوا تقارير وكالات الأنباء الأجنبية، اسمعوا رأي رجل الشارع العادي في مصر الذي لا يخضع لسلطة الشرطة أو سلطة الحكومة. الكل لا يذهب إلى هذا الاستفتاء لأنهم يعرفون النتيجة مسبقا. للعلم أن هذه النتيجة سوف تكون كبيرة جدا. لماذا؟ لأن دستور الرئيس مرسي في 2012 حصل على 64% من الشعب المصري، وبالتالي السيسي يريد أن يقول أن أنا أفضل من مرسي، فلابد أن يحصل على أكثر من 70 أو 80% حتى يروج لهذه التعديلات الدستورية التي تضمن له البقاء حتى سنة 2030. أما واقع الأمر فإن الشعب المصري لن يذهب إلى هذه التعديلات الدستورية ولن يذهب إلى أي انتخابات يجريها السيسي في مصر. الأخبار الواردة من أسرة الرئيس محمد مرسي أنه لا زال في سجن ملحق مزرعة ثرة منعزل تماما عن باقي المسجونين. هو موجود لوحده في سجن بمفرده، وهو يخشى تماما من أكل السجن ولا يأكل إلا المعلبات فقط. عنده كم من الأمراض وعينه اليسرى فيها نوع من الخلل، لكنه صامد وصابر وراضي ومنتظر قضاء الله سبحانه وتعالى، وهو يبعث من خلال جلسات مع المحامين برسائل في غاية في القوة إلى عموم شعب مصر
وإلى الإخوان المسلمين أن نصر الله قادم لا محالة، وأن الله عز وجل لن يمكن لهذا الظلم من أن يستمر، وربما نرى قريبا آيات الله عز وجل في هذا الذي يحدث في مصر وفي السيسي وفي الحكم العسكري بأكمله. السؤال الخامس: كيف ترون النتائج؟ نحن نرى النتيجة كما قلت من قبل أنها سوف تكون ما بين 70 و80% في الأغلب، حتى يتجاوز رقم 64% الذي حصل عليه الرئيس مرسي في دستور الشعب في سنة 2012. هو يريد أن يقول أن شعبيتي أكبر من شعبية مرسي، ولكن هذا كذب وهراء. انتخابات الرئيس مرسي كانت علنية، الكل يحضرها، عموم المراسلين الأجانب يدخلون في أي اللجان في أي وقت يكتبون تقارير عنها. القضاة يتحكمون في المشهد بأكمله. الآن القضاة مرتشون، القضاة أصبحوا تحت يد السلطة، والنتائج النهائية تصدرها لجنة شبه قضائية، ولكنها تقول الكلمة التي يريدها السيسي في هذا الأمر، والتي نتوقع أن تكون أكثر من 70%، حتى يقول أنا أفضل من مرسي. نتائج جميع الانتخابات والاستفتاءات التي أجراها السيسي منذ جاء إلى الآن لا أساس لها من الصحة، وإنما هي تزوير في تزوير. حتى انتخابات الرئاسة التي حصل فيها على كذا 90% 97% وما إلى ذلك، هو الذي حضر من عموم الشعب ما بين 2 إلى 2.5% فقط لا غير، ليس كما قلتم 10 أو 25. لم يحدث هذا إطلاقا. الحاضرين في الانتخابات ما بين 2 و 2.5% فقط لا غير، وبالتالي كل نتائج انتخابات الاستفتاءات في مصر هي مزورة ولا يؤبأ لها على الإطلاق. الآن أنا أجبت على الأسئلة الخمسة، ولو في أي أسئلة أخرى تستطيعون أن ترسلوها لي وأجيب عليها، واعتذر جدا عن التأخير في الرد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.